السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متتبعاتي الغاليات ومتتبعيني الأعزاء. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحتكم لاباس؟ نتمنى إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال وبصحة جيدة إن شاء الله أنتم وأهلكم وأحبابكم. في هذا الفيديو إن شاء الله غنشارك معكم واحد البسبوسة كتجي خطيرة بالليمون، كتجي معلكة. نتمنى ان شاء الله انها تنال الاعجاب ديالكم، وتبعوا معي الفيديو من الاول حتى الاخير باش تعرفوا على المقادير والطريقه ديال هاد البسبوسه هذه. وما تنساونيش بتشجيعكم ليا بجيم، وما تنساونيش من تعاليقكم الغزالين اللي كتزيد تحفزني. والناس اللي كتزور القناه اول مره نتمنى انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش تبقاو توصلوا بكل جديد. ومرحبا بكم، وغندوزوا على بركه الله المقادير والطريقه ان شاء الله. ودابا غنعطيكم المقادير ديال هاد البسبوسه ديال الليمون. كنحتاجوا لواحد الكاس ديال سكر سنيده، انا ما معمراش بزاف، يمكن لكم تعمروه اولا تنقصوا منه شويه على حسب الحلاوه اللي كتبغوا نتوما. عندي هنا 2 كيسان ديال الفينو اولا سميد، الا عندكم سميد ديروا سميد، ما عندكمش غديروا الفينو. المهم انا غندير الفينو كيف ما قلت لكم. عندي هنا 2 خمارات، عندي هنا 2 بيضات، وعندي واحد الكاس لاروب ديال الزيت، وعندي كاس عامر ديال عصير الليمون، وعندي قشور ديال الليمونه، وعندي واحد شويه ديال الملح. هادو هما المكونات. غندوزو ان شاء الله للطريقه. بسم الله. كناخذوا هادوك البيضات والسكر، ساهله الصراحه وكتجي لذيذه، نتمنى ان شاء الله انها تعجبكم. صافي، وكنخلطوا غير باليد، ما كيحتاجش منا واحد المجهود باش كنحضروها. خلطنا دابا شويه البيض مع سنيده. دابا غادي نديروا واحد الكاس لاروب، يعني كنفوتوا نص كاس واحد شويه وكنديروا. صافي بسم الله. هنا قشور ديال البرتقاله، انا درت قشور ديالها كامله. دابا غادي نديرو كاس ديال الليمون، وغادي نعصروا واحد الكميه باش غنسقيو بها في الاخير من 2 كيسان، حتى من كاس ونص حتى ل2 كيسان، يعني قد ما شربات قد ما كتجي زوينه. صافي كنخلطو مزيان. ودابا غنعمروا واحد 2 كيسان كيف ما قلت لكم، اللي عندكم يا اما سميد يا اما الفينو، المهم اللي متوفر عندكم غديروا به. كنعمروهم مزيان كيف كتشوف. بسم الله. ندير 2 خمارات، وغنضيف هذاك الكاس الثاني. انا درت الفران كيسخن في هذا الاثناء، من بعد ما غنخلطها غندخلها الفران طيب، يعني كيف الطياب العادي ديال البسبوسات. صافي نخلطها وندوز باش نحضر المول، ندهن المول اللي غنحضر فيه هاد البسبوسه. بغيتوه ضير بغيتوه كيف ما بغيتوه غديروه، اللي عندكم تخدموا به. المهم ندوز باش ندهنو دابا بالزبده ونرشو بالفينو. دابا كيف كتشوفوا من بعد ما دهنت المول انا غنكب فيه هذا الخليط. راه بالزربه كتشرب هاد البسبوسه هذه، يعني واخا تبان لكم تكون خفيفه راه بالزربه كتشرب. انا هنا اختاريت مول شويه كبير لحقاش ما كنبغيش البسبوسه تكون عاليه، يعني طالعه. انا كتعجبني تكون رقيقه. نتوما
غديروا على حساب داكشي اللي كتبغيو. كنتو كتبغيو البسبوسه تكون طالعه، غديروا المول يكون صغر من هذا. بسم الله. انا كنديرها رقيقه صافي. غنكب في هذا المول ديالي وغندخلها للفران، ومن بعد ما غطيب ان شاء الله غنرجع معكم. دابا كيف كتشوفوا البسبوسه ديالي من بعد ما خرجتها من الفران مباشره وهي سخونه، غادي ندوز ان شاء الله باش نسقيها بالليمون. بسم الله. كنحاولوا اننا نسقيوها مزيان باش تجينا مشربه، ما تجيش ناشفه، كتجي زوينه الا كانت مشربه لينا بالليمون. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوها وتردوا عليا كيفاش جاتكم. دائما كنسقيوها وهي باقا سخونه. دابا كيف كتشوفوا انا سقيتها بكاس تاع الليمون. ملي كيكون عندي السميده الصراحه كتزيد كثر من كاس باش كتجيني مشربه مزيان. المهم انا دابا اكتفيت غير بكاس، غنخليها تبرد مزيان ونرجع معكم باش نزينوها. دابا كيف كتشوفوا البسبوسه من بعد ما شربات ليا هذاك الليمون، دابا غندوزو باش نقطعوها. بسم الله. كتجي خفيفه وكتجي لذيذه الصراحه، كتجي زوينه. هانتوما كيفاش كتجي. نتمنى ان شاء الله انها تنال الاعجاب ديالكم. اللي بغى يدهنها راه يدهنها بالكونفيتير ولا بالعسل. انا كتجيني حلوه، يعني ما كنحتاجش انني نزيد ندهنها نهائيا. صافي. وغنزينها دابا بشويه الكوك. التزيين كيبقى على حسابكم نتوما، اللي بغيتو غتزينوا به غتزينوا به. بغيتو اللوز، بغيتو كاوكاو، اللي عجبكم زينوا به. صافي. هذا هو الشكل ديالها. نتمنى ان شاء الله انها تعجبكم، وإلا عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع احبابكم ومع صحابكم باش تزيد القناه تكبر وتخليوني ان شاء الله نعطي احسن ما عندي. وما تنساونيش بتشجيعكم ليا بالجيم. والناس اللي كتزور القناه اول مره كنقول لكم مرحبا بكم في قناتي وقناتكم مطبخ ساره ام هدايه. نتمنى هذه البسبوسه انها تنال الاعجاب ديالكم. الى اللقاء، الى فيديو اخر ان شاء الله، والى وصفه اخرى ان شاء الله.